رسميا كريستيانو رونالدو يغادر مانشستر يونايتد. لا اسمعني بس، انا مش بقول لك كده من دماغي، بس بعد الكلام اللي طلع النهارده من كريستيانو او امبارح بالليل مع بيرس مورجان في المقابله الصحفيه اللي اتذاعت منها امبارح ولسه هتكمل بكره او يوم الاربعاء، فتحت النار على كريستيانو من جميع الجوانب، الا انه 90% منه صح او كمان 100%، بس هم مشجعين مانشستر يونايتد هم اللي مش قادرين يستوعبوا الكلام ده، وهم عارفينه بس مش راضيين يقولوه على النادي بتاعهم. يعني النادي بتاعي بيبقى فيه مشكله، انا مش هبقى حابب ان هو حد بيقول عليه كلمه، مع ان الكلام ده ما طلعش من كريستيانو بس، لا اتقال من قبله من لوكاكو، من اليكسيس سانشيز، من دي ماريا، من ابراهيموفيتش، من مورينيو اللي واخد اكتر من 25 بطوله، وقال لك اعظم انجاز بالنسبه لي كان المركز الثاني مع مانشستر يونايتد. والكلام هنا مش على النادي كنادي، لا على الاداره اللي ماسكه النادي، هي اللي عامله كده. الاداره بتاعت مانشستر يونايتد دايما معروفه بقالها فتره من ساعه السير اليكس فيرجسون ان هي مش حاطه مشروع او عندها فكر للكره عموما، لا هم جايين للربح ومش عارف بيجيبوا لعيبه بمبالغ عاليه بس مش عارفين يفيدوا النادي باي حاجه. الاداره بتتدخل في كل مواضيع الكوره وكل مواضيع بتخص المدرب واللعيبه، زي مرتضى منصور هنا في مصر كده. والله يعني اللعيبه الانجليز هناك لازم يبقوا اساسيين في الفرقه، يعني عمك هاني ماجواير ده ما يتشالش منه الكابتنه ولاعب اساسي وكل حاجه. مين اللي قال الكلام ده؟ انا المدير الرياضي وانا واصحابي ملاك النادي. تعال نشوف كده طيب التصريحات بتاع كريستيانو كان بيتقال فيها ايه. حس بالخيانه من الاداره ليه؟ الاول ان هم ما دعموهوش ساعه ما كانت بنته مريضه في المستشفى ساعه الجوله التحضيريه، وقالوا ان كريستيانو بيعمل كده عشان ما يجيش الجوله التحضيريه، مع ان بالعكس كريستيانو قال ان هم اللي اجبروني على الخروج، الاداره والمدرب هم اللي ما كانوش عايزيني، وناس في الاداره هي اللي ما كانتش عايزاني اجي اصلا من السنه اللي فاتت. ايه ده؟ يعني معنى كده ان مش عبده كوليز هو اللي قال ان كريستيانو كان عايز يمشي وفضل يلف على جميع النوادي؟ لا يا عم كوليز استنى بس اسمع بقيه التصريحات. فقال لك انا الاداره حسيت منها بالخيانه ومحدش دعمني ومحدش وقف جنبي وقت ما بنتي كانت مريضه، بالعكس جماهير ليفربول هي اللي دعمتني ووقفت جنبي في الدقيقه 7، وانا ما توقعتش ده من جماهير ليفربول، يعني بالمعنى الاصح ان هو كان متوقع الكلام ده من النادي بتاعه هو. بيرس مورجان ساله انت بتحترم تين هاج ولا لا؟ قال له لا انا ما بحترمش تين هاج. طب ليه يا عم كريستيانو ما بتحترمش تين هاج؟ قال له واحد ما بيقدمليش الاحترام اكيد انا مش هبقى بحترمه. مانشستر يونايتد تستخدمني كعذر للاخفاقات اللي بتحصل للنادي وقالوا اسم انا. طيب بعديها قال لك مانشستر مش ماشي في الطريق الصح، جاب مدير رياضي اللي هو رالف راجل كيك، يعني رالف رانجنيك، ومسكه مدرب لمانشستر يونايتد. قال لك انا ما سمعتش عنه قبل كده ولا حتى في طبق اليوم، زي ما جاب بوحه السنه دي من اياكس مسكوه النادي. لا هو ما قالش بوحه، دي حته جدعانه مني. وقال لك ان روني دايما بيهاجمني، انا مش عارف روني بيهاجمني ليه دايما، هل عشان انا افضل منه ولا عشان انا برضو لسه مكمل لعب وهو اعتزل في سن بدري؟ قال لك النادي ما اتطورش من ساعه ما السير اليكس فيرجسون مشي، حمام السباحه والجاكوزي والجيم من ساعه ما انا ما مشيت وكنت 21 سنه او 20 سنه لحد ما رجعت تاني وهم نفس المنطق، مفيش اي تكنولوجيا حصلت في النادي نهائي. المفروض ان انا جاي نادي كبير كان يبقى فيه مشروع زي مانشستر سيتي او ليفربول او حتى ارسنال اللي رجع للقمه من تاني. قال لك ان على جماهير مانشستر يونايتد ان هي تعرف الحقيقه، انا عايز الافضل للنادي وعشان كده رجعت، لكن في مشاكل في الاداره هي اللي مش مساعدانا ان احنا نوصل للمكانه اللي موجود فيها بقى السيتي وارسنال وليفربول. قال لك انا اتبعت قلبي وما رضيتش اروح مانشستر سيتي بعد المكالمه بتاع التليفون من السير اليكس فيرجسون وقمت رايح مانشستر يونايتد. بص التصريحات دي هيختلف عليها ناس كتير قوي، الناس هتقول لك هو لاعب هاوي عشان يطلع يقول الكلام ده، ناس هتقول لك لا ده كريستيانو صح 100%، النادي عمل معاه وعمل وسوى طالما النادي ما كانش عايزه وتين هاج ما كانش وطالما تين هاج كريستيانو مش مناسبه في اسلوب لعبه ليه خلاه وما رضيش يمشيه طالما هم كانوا بيقولوا ده هو اللي عايز يمشي. اتضح دلوقتي ان هم اللي كانوا عايزين يمشوه. طيب تين هاج من يومين كمان قال ان المهاجم الاول بالنسبه له مارسيال ان هو بيخدم خطته، التاني راشفورد والتالت كريستيانو، معنى كده ان كريستيانو مش في حساباته. برضو انت ما خليتش كريستيانو مشي ليه؟ في مشاكل في الاداره من زمان، في مشاكل في الاداره وبتتدخل في كل حاجه، وزي ما اتكلمنا ان في لعيبه كتير طلعت اتكلمت على الموضوع ده، والمشاكل دي هتفضل مستمره لحد ما الاداره دي تمشي. وكريستيانو قال لك كمان السير اليكس فيرجسون عارف المشاكل اللي في الاداره دي، يبقى المشاكل هتفضل موجوده لحد ما الاداره دي تمشي. بص كريستيانو بقى كان بيبخ نار من بقه وما سابش حد، ده لسه كمان في لقاء تاني
تاني لسه ما اتذاعش، الله اعلم لما يتذاع يكون جايب مين في الطريق. بس انا بقول لك اهو وخدها مني بثقه 100%، كريستيانو عمره ما يطلع يقول الكلام ده غير وهو ضامن نادي في جيبه بنسبه 1,000,000%. كريستيانو اكيد كان متفق مع خورخي مينديز وكيل اعماله ومخلصين في نادي ومخلص، وهو هيفسخ عقده بعد كاس العالم على طول، يدفع الشرط الجزائي بقى او هيتنازل عن بقيه مستحقاته ويخلص الموضوع. بس كريستيانو رحلته مع مانشستر يونايتد انتهت خلاص، الاثنين ما بقوش لايقين على بعض نهائي. هنشوف كريستيانو في نادي ايه وهل التصرف بتاعه ده صح ولا غلط. بس في الاخر عايز اقول حاجه، انت من حقك تتعاطف مع كريستيانو او تقول في كلام من اللي قاله غلط، بس 90% من كلام كريستيانو كان صح. فيا اما انت مشجع لمانشستر يونايتد ومش هتعترف بيه عشان حبك للنادي وانت خلاص ما بقتش شايف كريستيانو اسطوره لناديك، يا اما انت مشجع لبرشلونه وبينتقد كريستيانو على اي حاجه وهتتريق عليه، ده لاعب دكه، ده بص بقى بيتكلم ازاي، ده مش عارف ايه. خلاص يا عم عارفين انك جامد قوي. بس عايز اقول حاجه اخيره، ان جمهور ريال مدريد هو الوحيد اللي بيحب ويقدر كريستيانو لحد اللحظه اللي احنا فيها دي، ولحد ما كريستيانو يموت مش يبطل كوره، وهيفضل اكبر داعم لكريستيانو حتى لو راح لاي نادي. مش حمادين بس، جمهور ريال عارف قيمه كريستيانو كويس قوي. طبعا كنا نتمنى ان احنا كريستيانو يختم مسيرته عندنا، بس خلاص للاسف، ومش هنفضل نعيد في الكلام تاني ونقول كريستيانو راح من عمره 5 سنين من ساعه ما مشي من ريال، الموضوع انتهى وكريستيانو خلاص بقى في نادي تاني وهيروح نادي تاني في يناير، والوضع خلاص الكل اتاقلم عليه. كريستيانو اللي مش عارف يتاقلم عليه لحد دلوقتي. مستنى اشوف ارائكم ايه في الكومنتات، وما تنساش تدعمني بلايك واشتراك وفعل الجرس، واستنى كل الفيديوهات الجديده. سلام.